السلام عليكم. طبعا أنا بعرض لكم الفيديو. تذكروا الفيديو اللي قلت لكم المغترب الذي تقطعوا له في الصحراء وكونوه وصابوا ابنه في رجله؟ طبعا بعرض لكم الفيديو هذا وارجع اخلص لكم. تعال هنا هم جانا رجال فعل خير بيض الله وجهه فزع معنا وبزنا واحنا فرمنا. لا تحش الرجال ننقذنا الله يرحم ابوك الولد والرجال انشروا علي ربع الرجال طلقتين في سياره. يا شفتم يا حكومة صنعاء، يا حكومة الشرعية، يا أخي الله ولاكم علينا. ارفقوا بنا شوي، ارفقوا بالشعب يا أخي اليمني هذا. يا أخي أنتم ما عاد سلمتمش للشعب اليمني رواتب. يا أخي افتحوا لها الطريق، لا تصيروا زي عصابة الجوف الذي لا تنهب المغترب. بالله هذا يرضيكم؟ يعني مغترب مسكين اغترب له سنتين والله العظيم تدمع عيني يوم اشوف المقطع هذا. يا اخي ابكي، يا اخي خلاص. لما مغترب له 2 3 سنوات من اليمن يبغى يروح، لازم تخلوه بين التراب يمشي بين الصحراء. الرجال شوفوها، شفتم الرجال هو زوجته؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. إلى متى يا أخي أنتم تشتوا تموتوا الشعب هذا، تشتوا تموتوا، يعني تشتوا تجمعوا. يا أخي اجمعونا وموتونا. رسالة لحكام اليمن: الشعب أمانة في رقبتكم، افتحوا على الأقل الطرقات، لأن الشعب إذا ثار بيدق الأخضر واليابس. أنا مالي علاقة، الشعب بيخرج لكم، وإذا خرج الشعب أنتم عارفين كيف خرجت الشعب. افتحوا الطرقات يا عردة، يا حكومة صنعاء، يا حكومة عدن، يا عيباه، الناس ماتوا، العصابات نهبتهم. افتحوا الطرقات، عيب عليكم.